السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، الأخبار عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير، وإحنا مكملين زي ما إحنا مراجعة الهندسة. اتفقنا 6 دروس 6 فيديوهات وهنخلص المنهج. النهارده الفيديو الرابع الأشكال الهندسية. قبل ما ناخذ امتحانات ولا ناخذ مراجعة ونحلها لازم نبقى فاهمين يعني إيه أشكال هندسية أو كل شكل إيه فيه بالضبط. يلا كده نبدأ. اللهم صل على سيدنا محمد. بس ما تنساش معاك مس جيهان دوس لايك واعمل اشتراك. اللهم صل على سيدنا محمد. مجموع قياسات الشكل الرباعي كام النهارده؟ 360. اول حاجه يعني ايه مش شكل رباعي؟ مستطيل مش فيه 4 اضلاع واربع زوايا يبقى اسمه شكل رباعي. طب لا انا عندي معين 4 اضلاع واربع زوايا شكل رباعي. كل ما هو اي ضلع يا جماعه فيه 4 اضلاع اسمه شكل رباعي. مجموع قياساته 360. يعني هو ممكن يقول لك يجيب لك شكل ليس له معنى اساسا ما نعرفش نفسر عليه شكل. واحد يقول لي مستطيل، لا منحنى، كم ضلع؟ يعني اللي عايز اوصل كم ضلع؟ 1 2 3 4 مش 4 اضلاع يبقى مجموع قياساته بكام؟ 360. اصل هو ممكن يجيب لك هنا 2 اكس 3 اكس ومش عارف ايه وهات لي قيمه كل واحد. لا انا عارفه قبل ما اشتغل اني 4 اضلاع يبقى بكام؟ 360. طيب اول حاجه النهارده انا معايا الشكل المنحرف. ايه الشكل المنحرف ده؟ القاعده بتاعت الشكل المنحرف فيه ضلعين فقط متوازيين. الضلع ده يوازي الضلع ده، ضلعين بس. اما هنا اسمه كده شايف كله فيه ضلعين متوازيين، لكن هنا معه قائم. قائم بكام؟ يعني الزاويه بتاعته 90. طالما قائم الزاويه بتاعته كام؟ 90. هنا الضلعين اللي مش متوازيين مالهم متساويين. بصي ضلع متوازي ضلع متساوي ولا ضلع متساوي ينزلوا لي تحت بزاويتين برضه متساويتين يبقى اسمه ايه؟ اسمه شكل منحرف متساوي الساقين. دي أول حاجة الشكل المنحرف. تعالى هنا معايا اللهم صل على سيدنا محمد في متوازي الأضلاع. هتجمع شكل منحرف وعليه أسئلة يا جماعة، بس هناخد الأول كل شكل والخواص بتاعته عشان لما نجي نحل يبقى بانين عارفين نفسنا بنحل ازاي. متوازي الأضلاع من أحلى الأشكال. ليه؟ كل الأضلاع متوازيين، كل ضلعين متقابلين متوازيين. بص كده ضلعين دول متقابلين متوازيين، ضلعين هنا برضه متقابلين متوازيين. استنتجت ايه انت من الحدوته دي؟ هقول لك استنتجت ايه، لحظه بس. شو الضلع؟ ولنفترض ان ده A B C D. ضلع A B يوازي ضلع C D و A C قاطع لهما. طب حرف ايه كده؟ حرف يو. ايوه زاويتان داخلتان وفي جهه واحده من القاطع بكام يا الله؟ ب 180. لحظه بس نكمل الحدوته. يبقى 2 A B زائد C بيديني كام؟ 180. كمل معايا. مش الضلع B C بيوازي الضلع A D و B و D C قاطع لهما؟ ايوه قاطع لهما. نعمل ايه يعني؟ يبقى D C مجموعهم ب 180. دي سي مالهم مجموعهم ب 180. لحظة 2 دول مجموعهم 180، هنا برضه مجموعهم 180 وهنا برضه اهو. ان هم متوازيين هنقول سي دي يوازي اي بي برضه تاني حرف اليو. زاويتان داخلتان وجهه واحدة من القاطع. يعني بمعنى اصح ان كل زاويتين مختلفتين مجموعهم ب 180، كل زاويتين مختلفتين مجموعهم 180. والاحلى من كده ان اللهم صل على سيدنا محمد كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. ومن اهم الحاجات اللي لازم نعرفها النهارده ان الزاويتين المختلفتين مجموعهم 180. ده فين؟ ده في متوازي الاضلاع. وكل زاويتين متقابلتين بي دي مين يقابلها؟ بي بكام؟ قد بعض. هو ما قاليش بكام، ممكن ب 70 يبقى دي ب 70. ايه اللي بتقوليه ده؟ طب هنا لو جبت مثلا نفترض ان دي ب 70. نفترض دول مش متكاملين تاني، اتفقنا متكاملتين بكام؟ 180. واحد شاطر يقول لي على طول 180 ناقص 70 ب 110. الله ينور. هنا اللهم صل على سيدنا محمد برضه اتفقنا كل زاويتين مختلفتين متكاملتين. 110 كملها كامل كملها 70. ايه اللي استنتجته؟ مش الزاويتين متقابلتين؟ ولو كملنا هتيجي الأخيرة برضه ب 110. احنا اتفقنا كل زاويتين مختلفتين متكاملتين. 70 كملها كام؟ 110. يعني ايه تكملها؟ يعني مجموعهم ب 180. فبقول 180 ناقص 70 تديني 110. وهنا 110 دي 110 70 و70. كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180.
طيب يا سنة أولى إعدادي مكملين، إيه ده يا مس؟ ده أقطار. متوازي الأضلاع على أقطار إيه؟ مش نفس دي أقطار. بس في حاجة مهمة، بصوا كده أهو. عايزة أقول إيه؟ أهم حاجة على الفكرة دي أقول له AO بتساوي CO و B أو D O بتساوي BO. يعني القطر مثلا AC مش بيساوي AD، لا هو لما بيتقسم بيقول لك نصف كل منهما الآخر. يعني أنا لما جيت قسم مثلا هو ده نفترض ب10 هتبقى هنا 5 وهنا 5، نفترض ده ب6 مش قد بعض، مستحيل مش قد بعض اهو 6 يبقى دي ب3 ودي ب3 متوازي الأضلاع الأقدار مش قد بعض، ده في المستطيل وفي المربع وفي المعين، أما متوازي الأضلاع لا، إلا لو القطر بينصف منهما الآخر. يعني هو اللي هو AC نقسمهم BD نقسمهم، بس هم الأربع قد بعض لا. دي أهم حاجة. النهارده بيقول لي إيه برضه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال التالي ABCD ماله متوازي أضلاع. حلو طيب هذا شكرا جاهزة. ABCD متوازي أضلاع. مش عايزة أسمع أي بيانات ومش عايزة أعرف هو عايز إيه بالظبط. إن أنا عارفاه بيدور على واي ويدور على إكس، مش عايزة أعرف. بس هو يقول لي الله خشي على المعطيات وشوف هو بيقول لك إيه. هو من غير ما يقول لي هو لخص لي الحدوته في كلمتين، قال لي إن ده متوازي أضلاع. لحظة نرجع كده على متوازي الأضلاع لسنة أولى إعدادي. كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180. طب إيه تاني؟ إيه تاني؟ الأضلاع كلها متساوية. حلو. وكل الأضلاع مالها متوازية، كل ضلعين متقابلين متوازيين. إيه خلالك تاني مش عارفة؟ تعالى بينا نكمل أهو. يبقى طالما متوازي أضلاع هقول له شكرا 5x. قول له بما إن ABCD متوازي أضلاع، أنا هستغل الكلمة اللي قالها لي. يبقى إذا AB تساوي مين؟ تساوي DC. جبتها من هو متوازي أضلاع. وبعدين ضاف أو بما إن تاني لو عايز أتأكد برضه ثبتيها. وبما إن AB هو بيوازن من غير ما يقول لي برضه أنا عارفة كل ضلعين متوازيين متقابلين، وبعد ما بيوازنوا برضه متساويين. يبقى إذا AB بتساوي DC. واحد يقول لي مش عايز أعمل برهان، ده لو قال لك اكتب برهان لازم تكتبه على فكرة. AB بتساوي DC. AB بتساوي DC بكام يعني؟ خش على AB بكام؟ بيقول لك 2x زائد 1 بتساوي 5x ناقص 11. أنا هنزل زي ما هو x بدور عليه. x تروح مع x، هنا موجب داخلية بالسالب، هنا سالب 11 تنزل زي ما هي لأن هي زي ما هي بعدين يساوي هنا. دي هتطلع بره بعد يساوي تطلع بسالب 11 سالب 1. 2 ناقص 5 سالب 3x. سالب 11 ناقص 1 مش بنعرف الأرقام دي. عندك آلة والإعدادي، ولو ما عنديش آلة في فيديو إن شاء الله هينزل على الأعداد المتشابهة والأعداد المختلفة، أو معنى أصح المجموعة الأعداد اللي هي متشابهة في السوالف والزائد. سالب 3 سالب 11 ناقص 1 بنزل إشارة الكبير واجمع يديني سالب 12 بالقسمة على كام؟ على سالب 3. أنا راحت مع بعض فضلت مين معاي؟ إكس. فضلت هنا كام؟ فضلت 12 على 3 هنا 4 سالب 4. كده أنا عرفت إكس اللي هو عاوزها. بعدين عاوز واي. لحظة، هما الاثنين زاويتين متتاليتين. أيوه يعني إيه زاويتين متتاليتين؟ واحد يقول لي متساويين. لو سي وإيه أقول لك متساويين. بس زاويتين متتاليتين يبقى مجموعهم بكام؟ ب 180. هروح أقول له 3 واي يبقى لنا هنا واي. يبقى إحنا هنمسح حاجة مش هنكمل. 3 واي ناقص 40 زائد 4 واي ناقص زائد 10 بتساوي 180. بتعمل هون 180. كل زاويتين متتاليتين في متوازي الأضلاع مجموعهم ب 180. بصوا هنا 3 واي موجب ماليش دعوة بالسالب بتاع ال 40. 4 واي موجب بتيجي كام؟ 7 واي. سالب 40 زائد 10 إشارتين مختلفتين نزل الكبير واطرح يديني سالب 30 بتساوي كام؟ 180. هعيدها تاني. جبت 3 واي ناقص 40 زائد 4 واي
جماعه اهو مفيش ارقام قدامنا ماليش دعوه بالسالب. 3 واي 4 واي 7 واي سالب 40 موجب 10 اشارتين مختلفتين ننزل اشاره الكبير اللي هي 40 ونطرح 40 ناقص 10 ب 30. انا هدفي واي انزل بي 180 ده ناقص الناحيه الثانيه بايه؟ بموجب من السالب والموجب والموجب سالب والعلى فيه والفي على مكمله معانا وجاي في الوحده الثانيه باذن الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الموجب بقت 7 واي بتساوي 210 بالقسمة على 7 طبعا بقت واي بتساوي 30. كده انا عرفت اجيب له واي واجيب له مين اللهم صل على سيدنا محمد واجيب اكس. كده هنكمل. تعالى كده المفهوم الاول او الجزء الاول في الدرس الرابع هناخد عليه تدريبات وبعدين ندخل على الدرس الثاني. لحظه كده احنا اخذنا الجزء الاول فاضل موضوع الايه؟ الاسئله. لازم نطبق او نراجع عليه. تعالوا كده نشوف هو ايه الجزء الاول ده؟ شبه المنحرف متوازي الاضلاع. تعالوا نشوف الاسئله اللي عليه. اول حاجه مجموع قياسات الزوايا داخل الشكل الرباعي حفظناه بكام؟ 360. قطر الشكل الرباعي هو القطعه المستقيمه الواسطه. طب ايه القطر ده؟ اول حاجه بص اهو ايا كان انا عندي متوازي اضلاع ده اسمه ايه؟ قطر واصله بين مين ومين؟ بين رأسين ولكن غير متتاليين. مثلا نفترض هل دي ورا بي؟ لا غير متتاليين. يبقى هي القطعه المستقيمه واصله بين رأسين غير متتاليتين. كل زاويتين متتاليتين في موازي الاضلاع. لسه قايلينها ان كل زاويتين متتاليتين في موازي الاضلاع مالها 180. لكن هو بيقول لي تكونان. هو مش عاوز قيمه الزاويه او مش عاوز انها صحيحه بكام. هو عاوز تكونان ايه؟ اقول له تكونان متكاملتان. جماعه لو قال لي كل زاويتين متتاليتين مجموعهم نقط واعمل لي علامه الدرجه او اي الدرجه كده تمام. هو عاوز 180. لا تكونان نقط يبقى يا متتاليتين يا متكاملتين هو اللي عاوزه ده. اي بي سي دي متوازي اضلاع. شكرا اي بي سي. بس قبل ما نقرا لازم ارسم. ترسميها ازاي؟ بص اهو ما تاخدش مني حاجه. ونفترض A B C D. انا من الناس اللي ما بعرفش احل غير نرسم او ما اصح الكلام من المجموعه كلها. ما حدش هيعرف يحل سنه اولى اعدادي غير لما يرسم اي مساله قدامه. A B C D متوازي اضلاع فيه زاويه A زائد C. ادي A وادي C بكام؟ ب 150. لحظه بس انت قلتي حاجه ان الزاويتين المتتاليتين 180 ماشي واي وسي مش متتاليتين. طب لحظه ثانيه انت نسيت ان انا قلت ان اي زائد اي وسي مالهم متساويتين. يعني الوحده بكام؟ يعني يا سيدي لو فكرت الوحده 75 جبتيها ازاي؟ 150 اقسمها على الاثنين هتديك 75. طب هو عاوز مين؟ عاوز بي. انا اقدر اجيبها بطريقتين. اول حاجه شكل متوازي الاضلاع كله غير الزاويه كله بكام؟ 360. هروح اقول له 360 ناقص 150. مين ده 150؟ مش هو قال لي في زاويتين 150؟ طب والاثنين دول الفاضلين قد بعض مش كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. ماشي حلو. دي يبقى كام دي؟ 210. اروح اقول له 210 على الاثنين. جبتيها ازاي 210 على الاثنين؟ الاثنين ب 210 يبقى الواحده بكام؟ لان قلنا الاثنين متساويين. اقسم كام 210 على 2 هتديني 105 اهو بقول له 105. طب لحظه قلت لنا يا مس طريقتين هقول لك الطريقه الثانيه. اتفقنا ان دي ب 75 لسه شوف جبتها من شويه. طالما الاثنين متقابلتين مالهم متساويتين في القياس. كل زاويتين متقابلتين متوازي الاضلاع متساويتين في القياس. الوحده ب 75 150 على 2 وحده 75 وكل زاويتين متتاليتين ب 180. ممكن اقول له 180 ناقص 75 هتديني برضه 105. يعني انا في كل الاحوال جبتها ب 105. انتوا فهمتوا كسنه اولى اعدادي. يلا كده اللهم صل على سيدنا محمد. مكملين. شبه منحرف فيه هو شكل رباعي. احنا اول ما بدأ قلت لك في كم ضلع؟ 2. ما فيهوش غير 2 بس متوازيين. يبقى فيه ايه؟ ضلعين. ولازم اكتب فقط لازم ترسم عليها كمان. ضلعين فقط متوازيان.
من غير برهان من غير مسائل ما يبقاش حل. المسائل اهم حاجه ممكن تجي في الامتحان عليها تغيير كتير. اوجد بالبرهان قيمه اكس. اللهم صل على سيدنا محمد. هو الاكس اللي اهزها ما عندش. هنا اكس، هنا 130، هنا 85، هنا 70، هنا 50. راح اقول له الحل او اقول له البرهان. دي لازم ما فيهاش. هو بيقول لي هنا اللهم صل على سيدنا محمد اوجد بالبرهان قيمه اكس. احنا ذكرنا سنه ثالثه اعداد. انا عندي مسالتين والاثنين زي ما بيقولوا كده مكملين لبعض. هنا بص اكس، بص ده شكل رباعي، واحد شاطر يقول لي 360. طب يا زكي ماشي انا معاك 360. كمل كده اهو 130 هنا 85 وهنا ما عرفاش الدرجه كام. اكس وقف معاه. ايه ده؟ هجيب اكس ازاي ده؟ ايه ده؟ اما لحظه انا هساعدك. هنا زاويتين انا مش عارفاهم يبقى ما اشتغلش عليهم. بالله لما القى زاويتين انا مش عارفاهم وفي عندي مساله تكمل لي اوقف اسيب الزاويتين. هنا في كام زاويه؟ هنا واحده. الذكي هيكمل معايا كده. لا هنا مثلث، المثلث بكام؟ اروح اقول له فيه مثلث مين يا مس؟ A B C. ماله؟ قياس زاوية سي. خلاص أقول مفيش وقت. بكام؟ 180 ناقص كام؟ ناقص تفتح قوس 70 زائد 50. يلا يا أولى إعدادي أنا عندي 70 وعندي 50 فاضل واحدة. بس حكينا هو الطالب الذكي اللي هيفهم. أنا عندي شكلين. شكل في واحدة بس ناقصة واقدر أجيبها بسهولة وشكل فيه 2 ناقصين. أو هو بيدور على الشكل اللي فيه 2 ناقصين. ما أنت لو عرفت تجيب دي هتجيب دي. اتعب شوية. يبقى ده مثلث بكام؟ 180. عارفة أجيب سي؟ بس أنت عملت غلطة يا مس أيمن، عملت غلطة الله ينور. إيه هي؟ إن أنا كتبت كلمة سي بس وده أكبر غلط. أنا لازم أكتب إم. هي سي في النص. أوكي. A C B. مش اتفقنا طالما السي لها كذا فعل أروح للأضلاع تحتي أهو اللي هي A B C بكام؟ 180 ناقص 70 زائد 50 هتديني 60 درجة. كده يبقى زاوية ACB بكام؟ ب60. ومنها إذا قياس مفيهاش أهو زاوية DCF بتساوي 60 درجة بالتقابل بالرأس. يا نهاري DCF يبقى دي يعني دي ب60 ودي ب60. أيوه مش كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين في القياس. واخدينها على فكرة في الفيديو الثاني تقريبا. كل زاويتين الفيديو الأول كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين في القياس. يبقى دي بكام؟ ب60. كده أنا شكل الرباعي فضلت شغل اكس وده من اسهل حاجه. الشاطر هيقول لي هنكمل كده مجموع قياسات الزوايا الشكل الرباعي على ضغط الاعداد بكام؟ 360. يبقى عايز اكس اقول له اكس بتساوي 360 ناقص المجموع دول. مالناش دعوه اكس في الشكل الرباعي بس. يبقى ناقص كام؟ 130 زائد 85 زائد 60. 130 و60 190 و85 تديني 360 زي ما هو ناقص 130 و60 190 و85 275 85. يبقى اكس بكام؟ ب85. كده خلصنا المسألة دي إن شاء الله تكون اتفهمت. هعيدها سريع. هو جاب لي شكلين والشكلين مرتبطين ببعض. قبل أي حاجة جاب لي شكل رباعي. في كام زاوية يا الله؟ في زاويتين مش لاقيهم بس هو بيدور على اكس ملوش دعوة بالزاوية الثانية. أنا مش عارفة أجيب الزاوية الثانية إن أنا بجمعهم كلهم وأطرحهم من 360. طب هنعمل إيه؟
اللهم صل على سيدنا محمد، ادخل على الزاويه على الشكل الثاني ممكن يساعدني. طب ساعدني ازاي؟ الشكل الثاني مثلث، والمثلث مجموع زواياه كام؟ ب 180. انا عندي كام زاويه؟ عندي زاويتين، اقدر اجيب الثالثه اقدر، بس قبل ما اقول له الزاويه الثالثه لازم اوضح اسمه. احنا اتفقنا الزاويه لما بيبقى متفرع لنا اكثر من زاويه دي 1 2 3 4 دي تجمع حول نقطه يا جماعه، يبقى لازم احدد الزاويه بتاعتي اطلعها راح على المثلث يبقى اي سي بي 180 ناقص مجموع الزاويتين، جبت الزاويه الثالثه. ومن خلال ان انا فاهم مستقيمين متقاطعين يبقى كل زاويتين متقابلتين في الراس مالهم متساويتين في القياس يا اولى اعدادي، يبقى الزاويه الثانيه هنا سي بكام؟ ب 60. جبتيها ازاي ب 60؟ قلت لك بالتقابل بالراس، كل زاويتين متقابلتين بالراس بكام؟ مالهم متساويتين في القياس. كده انا عرفت الشكل الرباعي، اجيب بدل ما كانوا زاويتين ناقصين بقت زاويه واحده، جبت واحده من خلال المثلث اللي انا جبته. شغل دماغك هتريح نفسك. ادي هنا بكام دي؟ هنا اكس. فضل اكس معي سهله كده خلاص على المشوار. ده 4 الله بشكل رباعي 360 وانا عندي الثلاثه متوفرين، ما ينفعش يكون عندي ضلعين هتشتغل ازاي؟ ولا التانيين حتى مثلا لو اثنين قد بعض هعرف اشتغل في الاخر هقسمهم على الاثنين، بس ما فيش واحد فيهم قد الثاني. طالما جبت الثالث تمام، حل اكس 360 ناقص مجموع الثلاثه كده. اللهم صل على سيدنا محمد، كده المساله خلصت. تعالوا معايا مكملين ما خلصناش. هنا بيقول لي في الشكل المقابل اي بي سي دي متوازي اضلاع. على طول اولى اعدادي قبل اي حاجه متوازي اضلاع. متوازي اضلاع هعمل ايه؟ كل ضلعين متقابلين متوازيين. حلو. الزاويتين اللي ورا بعض مالهم 180، والزاويتين اللي في وش بعض متساويين. طب والاضلاع متساوي، كل ضلعين متقابلين برضه متساوي. انا طالما حافظه الحاجات دي اكسس نفسي ايه خلاص متوازي الاضلاع كويس هعرف. يلا كده تعالوا اللهم صل على سيدنا محمد. زاويتين متقابلتين مش عايزه اكمل اصلا، لا بالله كده نقرا المطلوب. متوازيين اوجد قيمه اكس وواي، ما هو واي برضه. وايه تاني؟ اوجد محيط متوازي الاضلاع. خلينا في اكس او واي. زاويتين متقابلتين نروح نقول بما ان A B C D ماله متوازي اضلاع. مش هو شكله متوازي اضلاع؟ هقول القياس قياس زاوية C تساوي قياس زاوية A. يبقى ايه؟ اقول له اللهم صل على سيدنا محمد 3 واي بتساوي 60. اذا واي هنا بقسم على 3، هنا بقسم على 3. واي بكام؟ واي ب 20. واحد شاطر يمس احنا الافضل هنا هنجيب دي ب 180 مكملات ب 180 ماشي يبقى كام؟ 120. يبقى برضه دي بكام؟ ب 60. هي انا عايزه اكس يا بس ما خلصتش تمام. مش هما الاضلاع متساوي؟ يبقى كام هو الضلع؟ ب 2 اكس ناقص 7 بتساوي مين؟ اكس زائد 3. الاكسات مع الاكسات والارقام مع الارقام. ادام عندي اكس اهو، هنا اكس موجب تدخل بالسالب. طب 3 زي ما هي موجب تقعد بره بالموجب، ده بسالب 7 تطلع بره بالموجب. 2 اكس ناقص اكس باكس واحده، 3 و7 10. كده انا جبت قيمه اكس وجبت قيمه ايه؟ واي. فاضل المحيط. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. نحاول نجيب هنا الدور محيط. لا دي عايزه تمسح كلها، طبعا في ناس بتكتب. من اهم الحاجات اللي انا لازم اتعلمها لما يقول لي محيط مجموع اطوال اضلاع. محيط اي شكل مجموع اطوال اضلاع. يعني ايه؟ لما انت جبت الضلع ده ما هو 2 راح اقول لكم 2 اكس ناقص 7 تساوي 2 في 10 مش اكس ب 10 ناقص 7. 2 في 10 ب 20. 20 ناقص 7 20 ناقص 7 يديني 13. وهنا اقسم 10 10 3 13. يبقى في ضلعين راح اقول لكم 13 زائد 13 ودي بكام؟ ب 9. واللي في وشها 9 زيها 13 و13 26. 9 و9 18.
وهنا 1 1 2 2 و2 4 44 ايه سنتي متر. وده المحيط. وكده باذن الله احنا نكون خلصنا الجزء الاول في الدرس الرابع اشكال هندسيه، بس الجزء الثاني مكملين. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. ويلا بينا كده هنكمل الجزء الثاني. جينا يا اولى اعدادي في الجزء الثاني من الدرس الرابع. معلش هو الدرس ده طويل شويه بس نحتاج فيه، لو فهمناه هتعرف اي حاجه ونكمل معانا باذن الله. نحن اتفقنا من اول درس الهندسه مالها تراكميه. طب ايه الجزء الثاني؟ بس اول حاجه المستطيل. طب ايه المستطيل؟ المستطيل يا سيدي كل ضلعين متقابلين متوازيين، مش كلهم متوازيين. يعني ايه؟ يعني A دي يوازي B C، كل ضلعين متقابلين. وهنا اهو دي سي يوازي A B، عارف مش كلهم متوازيين، مش كلهم مش متساويين، مش كلهم يعني مش كل الاضلاع متساويه، كل ضلعين متقابلين متوازيين وبرضه متساويين في القياس. طيب هل مثلا دي بتسعة يبقى دي 9، هنا اللي ب9. لو هنا 6 دي سي الضلع اللي في وشها كام؟ ب6. طيب دي اول حاجه عرفها، يبقى كل ضلعين متقابلين متوازيين وكل ضلعين متقابلين متساويين في القياس. ده فين؟ في المستطيل. زاويات كام؟ زاويات اللهم صل على سيدنا محمد ب90، يعني كل زوايا قائمه. ايوه يقول لك متوازي اضلاع، احدى زوايا قائمه مستطيل. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا مش لسه قايلين ايه القطر اللي هو بيبقى واصل بين رأسين غير متتاليين؟ قطر الشكل الرباعي هو قطر، هو خط مستقيم واصل بين رأسين غير متتاليين. ده الاقطار بتاعها. مالها الاقطار؟ تنصف كل منهما الاخر، مش بتنصف زاويه الراس. اهم حاجه يعني ايه تنصف كل منهما؟ يعني هم متساويين. ونفترض القطر ده ب10، جه هنا ب5 وهنا ب5 وهنا ب5. لحظه يمس، لا كلهم متساويين، كلهم متساويين. واهم حاجه لازم اعرفها في المستطيل او في المربع. المستطيل والمربع شايلين نفس الصفه يا جماعه. ايه اللي لازم اعرفها؟ راح اقول دي او يا جماعه، امسح او اي او بتساوي سي او بتساوي دي او بتساوي بي او. ايه ده؟ اللي انت عايز تقوليه مس، عايز اقول لك ان كل اقطار متساويه. او بي بتساوي او سي او دي او بي، كلهم قد بعض. طب ايه محيط المستطيل؟ 2 في دبليو زائد ال اللي هو الطول زائد العرض. مساحه المستطيل الطول في العرض ال في دبليو. حافظ عليها سنه اولى اعدادي. طيب ايه ده اللي شافنا هنا؟ معين. ايه المحيط المعين؟ طول الضلع في 4 او بيقول لي 4 اف ال. طب قبل ما ندخل على المحيط المعين، هو ايه شكل المعين؟ يا الله كل ضلعين متقابلين متوازيين. حلو. في حاجه حلوه في المعين، اخو المربع. اخوه ازاي؟ كل اضلاعه متساويه. اخوه من حيث الاضلاع ومن حيث الاقطار هنعرفه. اخوه مربع المعين، اخوه مربع من حيث الاضلاع ومن حيث الاقطار. اعرفوا اخوه منين؟ طب ازاي من حيث الاضلاع؟ هنا الضلع ب6، كل الاضلاع المعين ب6. طب الاقطار ما اقطار متعامده، برضه المربع اقطاره كام؟ متعامده. يعني ايه متعامده؟ بتعمل زاويه ب90. في حاجه حلوه في المعين ان القطر بينصف الزاويه، يعني زي ما بيتنصفوا بس مش متساويين غير الاثنين. مثلا هنا هقول له نفترض دي او، هقول له او اف بتساوي او واي معاه، يبقى او اف تساوي او واي. طب هنا بيساوي بعض بس، يعني مثلا او اكس اي او اكس تساوي او ان، بس واحد يقول لي او ان بتساوي اي واي، هقول لك لا مش بيساوي بعض. او واي لا تساوي او واي لا تساوي او ان. ركز كده اهو، بص كده الخط المستقيم بتاعها نكمل اهو، يبقى بتساوي بعض بنصف بعض. بس اما تقول لي او واي او ان يساوي او واي اقول لك لا كده انت بتحل غلط. كلامنا في المستطيل وفي المربع الاقطار بتبقى متساويه كلها زي بعض. يبقى خلينا في المعين نرجع تاني. كل اضلاع متوازيه، كل ضلعين متقابلين متوازيين، وكل الاضلاع برضه قد بعض متساويه في القياس. الاقطار تتنصف وكل زاويه فيهم بكام؟ متعامده. الاقطار مالها تنصف تبقى مالها متعامده، يعني بتعمل زاويه 90. يا جماعه بتعمل 4 زوايا 90 يعني 360. اهم حاجه في القطر بينصف زاويه الراس. يعني ايه ينصف
بجيب 30 يبقى دي زيها ب 30. طب دي بس ب 60 يبقى دي زيها ب 60. يعني ينصفها بيقسمها نص. كده خلصنا من المعين. هنخش على المربع. قلنا اخذ معين من حيث الاضلاع والاقطار، بس من حيث الزوايا اخذ مستطيل. زواياه قائمه زي المستطيل زي المستطيل، كل زواياه قائمه. طب اضلاعه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في القياس، وكل اضلاعه قد بعضها، 4 اضلاع متساويه كده في المربع والمعين. الاربع اضلاع يسمى اولى اعدادي متساويه. طب والاقطار؟ الاقطار كلها متساويه زيها زي مين؟ زي المستطيل، بس بتبقى معها زايده عن المستطيل متعامده. المستطيل مش بتبقى متعامده عشان اركز. يبقى من المتعامده عندي المعين والمربع، اما المستطيل مش متعامده ولكن كلها ايه؟ متساويه. المربع مثل سيدنا محمد او المعين. وبينصف زوايا الداخل. هنا قلنا اتفقنا 90 يبقى كل واحده تبقى ب 45. اول سؤال اوجد قيمه اكس من حيث A B C D. حيث A B C D مستطيل. طب انا قبل ما احل احنا مش اتفقنا ان المستطيل كل زواياه قائمه؟ حلو تمام. اروح اقول له ايه الحل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يقول له حيث بما ان A B C D مستطيلا. بما ان A B C D مستطيلا يبقى ايه؟ اذا قياس زاويه A يا جماعه بكام؟ ب 90. يبقى قياس زاويه A بكام؟ ب 90. هو عاوز زاويه هي 4 اكس ناقص 5. عاوز الزاويه دي. فكروني في اضلاعها. احنا اتفقنا يا بس انت لحظه انت قلتي ايه؟ بس علشان هي ايه كلها ب 90 عشان كده انا قلت ايه؟ بص كده كلها ب 90. فانا عاوزه الضلع ده الزاويه دي الخانه دي. هقول له اذا 3 نقط فوق بعض او نقطتين تاخد مني. عايز الزاويه دي او قيمه اكس. اذا 4 اكس. الزاويه دي يا جماعه اسمها سي اي دي. 4 اكس ناقص 5 زائد 35 بتساوي كام؟ 90. جبتيها من وين؟ لسه حكيتها كمان. زاويه ايه كلها ب 90. يبقى اجمعهم يدوني كام؟ برضه 90. 4 اكس ناقص 5 بتساوي 35. انزل 4 اكس زي ما هي دي اللي هدفي سالب وموجب. بنزل اشاره الاكبر ونضرب. 35 ناقص 5 تديني 30 بتساوي 90. يبقى 4 اكس تساوي 90 ناقص 30. 4 اكس 90 ناقص 30 بتديني ايه؟ 60. ونقسم على كام؟ على 4 بسط نقطة. يبقى منها اكس. هنكمل المسألة. 60 على 4 يا جماعة فيها 15. وانا لازم اتأكد من حل. اتأكد ازاي؟ 15 في 4 ب 60. 60 ناقص 5 هتديني 55. 55 و 35 لو ما طلعتش ب 90 يبقى بتحل ايه؟ غلط. هتطلع 90. هنا بيقول لي الشكل ده مستطيل. اوجد قيمة اكس. هقول له بما ان برضه الحل برضه. بما ان 3 نقط من تحت A B C D ماله A B C D مستطيلا. ايه اللي اخذناه في المستطيل؟ مش كل انصاف الاقطار متساويه. يعني هنا ام. بصوا يا جماعه ام A تساوي ام سي تساوي ام دي ام بي. ام اي تساوي ام سي تساوي ام دي تساوي ام بي. ما بتساوي ام بي. يعني من خلالها انا هاخد ام اي بتاعتي اللي هي بكام؟ ب 2 اكس زائد 3 تساوي بتساوي ام بي الاخيره 3 اكس ناقص 1. الاكسات مع الاكسات والارقام مع الارقام. هروح اقول له 2 اكس ناقص 3 اكس تساوي بنساوي سالب 1 تنزل زي ما هي موجب 3 تروح بسالب 3. 2 ناقص 3 تديني سالب 1. طبعا مش هكتب الواحد
زاويتين متشابهتين نزل إشارة الكبير واجمع. طبعا السالب راح مع السالب هتديني إكس بتساوي 4. هنا إكس جبتها بكام يا مس؟ جبتها ب4. خلصت؟ لا ما خلصتش. لسه اللهم صل على سيدنا محمد. هعمل لك مسائل على المعين ومسائل على إيه؟ على المستطيل. بس قبل ندخل على المعين والمستطيل في بعض الدروس لازم نفهمها. هنا في سؤال بيقول لي المعين الذي قطره متساوي في الطول. لحظة، هو المعين قطره متساوي في الطول؟ لا. طب لو بيجي متساوي، احنا اتفقنا هو المعين اخو مين؟ اخو المربع. يبقى لو متساوي يبقى هو مين كده؟ هو المربع. في سؤال تاني بيقول لي A B C D معينا فيه قياس زاوية A بتساوي نص قياس زاوية B. احنا اتفقنا ان المعين اضلاعه متساوية بس زواياه مش قد بعض. راح بيقول لي انا معين واتفقت انا عشان اعرف الحل يا سنة اولى اعدادي لازم ارسم A B C D معين. طب ايه بيقول لك في المعين؟ بيقول لي قياس زاوية A نص، ركز على الموضوع ده، نص قياس زاوية B. يعني مين اللي اكبر؟ B. شيء B قد ايه؟ قدمها مرتين؟ مش فاهم. A نص B. مثلا كجيهان، انا جيهان نص سمية. يعني انا اللي معاي نص اللي مع سمية، يبقى مين اللي معاها اكتر؟ هي سمية. يعني سمية معاها قدي مرتين. يعني معاي 5، انا اللي معاي، انا معاي 5 جنيه، نص اللي مع سمية. سمية معاها كام؟ معاها 10. A B C D إن M قياس زاوية B بتساوي، هو A B C D معينة في قياس زاوية A نص قياس زاوية B. إن B هتديني كام؟ هتديني 120. إن هو بالظبط زيه زي متوازي الأضلاع، كل زاويتين متتالتين مجموعهم 180 وهي A و B ورا بعض. طب تمام 180. واحد مش فاهم يا مس، A دخلت بسهم واحد، B دخلت بسهمين، كده معي 3 أسهم، 3 معاهم 180. الواحد بكام؟ ب60. طب جبتيها ازاي ب60؟ لسه تاني هنقول كل زاويتين متتالتين مجموعهم 100 مجموعهم 180 زيه زي متوازي الأضلاع، كل زاويتين متتالتين دول متتالتين، واحد دخل بسهم وواحد دخل بسهمين. أروح أقول له 180 على 3، مع إنه مش 3 أنا عارفة، واحد هياخد 2 وواحد هياخد 1 هتديني 60. طب دي اللي هتاخد 2 هتبقى 120 ودي هتبقى 60 بس. دي أول مسألة. المربع الذي طول محيطه 24. لحظة يا جماعة، هو المربع فيه كام ضلع؟ 4، محيطه ب 24. احنا اتفقنا محيط أي شكل مش مربع بس، متوازي أضلاع، مستطيل معين، أي شكل، مجموع أطوال أضلاع. يا ميس الكتاب قانون المحيط، ماشي لو نسيت امشي على مجموع أطوال أضلاع هيطلع هو هو. بس أفضل من نحفظ القانون طبعا عشان نريد درجة. مربع محيطه 24، عاوز طول الضلع يبقى 24 على كام؟ 24 على 4 فيها ال6. هتعمل النسبة بين زاويتين متتالتين في المعين 2 إلى 3. قياس الزاوية الكبرى كام؟ لحظة، واحد دخل بسهمين وواحد دخل ب3. تمام؟ يعني كده معايا كام سهم؟ 5. وهم أي زاويتين متتالتين اتفقنا بكام؟ 180 يا مس. ماشي، أنا معايا زاويتين متتالتين في المربع في المعين مجموعهم ب 180، في المستطيل 180، في المتوازي الأضلاع 180. واحد دخل بسهمين وواحد بياخد ب3، ما يضحكش عليك. تعالى هو السهم بكام؟ لازم تعرف قيمة السهم عشان تعرف قيمة أي زاوية فيه. دول كام سهم؟ 5. وهي الزاويتين بكام؟ 180 على 5. هروح أقول له يلا اللهم صل على سيدنا محمد 80 100 على 5 دي 15 خلينا 30. 15 على 5 فيها 3، 30 على 5 فيها 6، 36. ومعانا 5 في 6 أكد 5 في 36 صفر، معانا 3 5 في 3 5 في 7 بقت 36. يبقى السهم الواحد بكام؟ 36. اللي دخل بسهمين أو الزاوية اللي فيها سهمين أروح أقول له 2 في 36. 2 في 6 ب 12 2 ومعاي الواحد، 2 في 3 ب 6 معاي 1 7. طب اللي دخل ب3 أسهم 3 في 36. بتعمل ايه؟ اتفقت انا جبت السهم الواحد ب 36. 3 في 6 ب 18، 8 ومعاه الواحد، 3 في 3 ب 9 مع الواحد 10. لو جمعناهم لازم يطلع 180. كده احنا بنحل صح ان شاء الله.
180. ما تضحكش عليك يا سنه اولى اعدادي. متوازي اضلاع لا قلناها. شبه منحرف هو شكل رباعي، على فكره بنتكلم كذا مره السؤال ده. هو شكل رباعي فيه ضلعان فقط ما متوازيين، وهو الوحيد اللي فيه ضلعين فقط متوازيين. كل الاشكال الثانيه المعينه او المربع او المستطيل او متوازي اضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين. تعالى كده اهو اللهم صل على سيدنا محمد. بيقول لي الشكل ده معين. انا اتعمدت ما امسحش عشان نشتغل على الكلام ده. هو عاوز ايه في المعين؟ اوجد بالبرهان زاوية ايه؟ قبل اي حاجه سنه اولى اعدادي، اللهم صل على سيدنا محمد. هي زاويه ايه ورا زاويه بي، ماشي تمام يا مس. زاويه ايه وزاويه بي مش متتاليتين؟ مستطيل معين متوازي اضلاع مربع متتاليتين بكام؟ 180. حلوين تمام. لاحظ يا مس هو مربع او مستطيل ب 90، ممكن يديك واحده ب 90 وانت تنسي، بس خليكي ثابته ان كل زاويتين متتاليتين بكام؟ 180. بي ب 55. هو وفر نص المشوار، قال لي ان ماله ده، قال لي ان ده معين. ماشي تعالى كده احنا مش اتفقنا ان الاقطار مالها بتبقى متعامده. لحظه اتفقنا على حاجه مهمه، تعمل احلى حاجه الاقطار في المعين والمربع بتنصف زاويه الراس. يعني ايه بتنصف؟ قلت لك لو دي ب 30 يبقى دي ب 30، دي ب 60 دي ب 60. هنا ب 55 يبقى هنا برضه ب 55. هروح اقول له اللهم صل على سيدنا محمد. بما ان ده نقط A B C D ماله معين، روح اقول له ايه؟ دي بي عمل ايه؟ ينصف. مش ده قطر يا جماعه؟ نصف ولا ينصف؟ ينصف مين؟ قياس زاويه بي. تمام. يبقى اذا مش هي بي قلنا لها زاويتين، يبقى اشوف هنا اسمها ايه بالظبط؟ مش الزاويه دي اهو. راح على ايه وراح على دي، اقول له اذا قياس زاويه، حطي دي في النص. ماشي. مين الضلع الاولاني؟ ايه ودي. قياس زاويه دي بتساوي قياس زاويه مين؟ برضه هي بي في النص. ماشي. وادي دي السهم الثاني مين؟ سي. زاويه سي بتساوي 55 درجه. يبقى دي ب 55. قياس زاوية ايه؟ نقول برضه بما ان عشان اعرف اجيب ايه؟ معلش اعرف اجيب دي، اثبت ان دي 180. بما ان ايه دي يوازي، جبتيه ازاي يا مس؟ مش محتاج يقولوا لي طالما معين او مربع او مستطيل، انا عارفه ان يكون ضلعين متقابلين متوازيين. ايه دي يوازي بي سي. مين القاطع في النص اهو؟ ايه بي اهم كده فاصله. ايه بي قاطع له. يبقى مجموع زاويتان داخلتان وفي جهه واحده من القاطع. اهو مش دي ورا بعض بكام؟ 180. يبقى منها قياس زاوية ايه؟ 180 ناقص 110. ازاي بس 110؟ 55 و55 110 هتديني 70. وإن الله يحب المحسنين. وكده يبقى احنا رجعنا الدرس الرابع. بس ما ننساش ان في مراجعه نهائيه باذن الله تعالى بعد ما نخلص ال6 فيديوهات. ده درس وحده الفيديو الرابع، فاضل لنا فيديوهين وان شاء الله هنخلص، وقريب كمان وهننزل اكتر من مراجعه نهائيه للمنهج كله. واتمنى تكونوا فهمتوا الهندسه. بس ما تنساش دوس لايك وتعمل اشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.